مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في المباراة الكبيرة. يوم مرتقب والكل يحضر للاستمتاع بقمة منتظرة بين الفريقين. من كابينة التعليق أتواجد معكم فارس عوض. توقعات كبيرة ونتمنى مباراة على هذا المستوى من التوقعات، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة يواجه البلوغرانا نادي برشلونة، في انتظار أن نشاهد متعة وكرة قدم حقيقية جميلة بين الفريقين في أرضية الميدان. فريد، الدعم يصل إلى من اللاعبين، لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. تلعب قصيرة الركنية. فابينيو، الآن وصلت لماركو رويس، راحت إلى يوسف موكوكو. الوقت بدل الضايع في تقدير حكم المباراة 3 دقائق فقط. يلعبون الكرة بهدوء وبدون استعجال لتسجيل هدف التقدم. يبعدها ويبعد الخطر عن فريقه. هذه هي الصافرة نهاية الشوط الأول من المباراة. البارسا يبدأ الشوط الثاني. فيدريكو كيزا يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. مستحيل، إذا أردت أن تقضي على أحد عليك بالضربة الأولى. وأي ضربة أولى! نتابع الآن إعادة الهدف، والكرة اللي أرسلت عرضية لتأتي بعد ذلك الرأسية بشكل رائع. كرة تعود إلى برشلونة. فرصة خطيرة هنا، لابد أن تستغل هذه الكرة. يا رب، هدف يأتي الآن. برشلونة يسجل هدف التعادل ويعود في النتيجة. شوف اللقطة مرة ثانية، ما كان في مجال لحارس المرمى لإنقاذ الكرة. تمركز في المكان السليم بدون أي مشاكل، يضع الكرة داخل الشباك. والآن مع تغييرين في فريق برشلونة، هدف التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. خافير زانيتي، كاليدو كوليبالي. ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. ديابي، تقدم ممتاز باتجاه المرمى. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. الكرة في المرمى، التبديل يؤتي ثماره بهدف التقدم في النتيجة. تبديل يصنع الفارق الآن في المباراة. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى. شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك. لا تفصلهم عن النهاية. الصاحب الأرض والجمهور قريب من الانتصار في هذا اللقاء. الآن تنطلق صافرة النهاية ووصلنا فيها لختام المباراة. فوز هنا لمصلحة برشلونة. فارق الهدف صنع الفارق اليوم في مباراة صعبة وكان فيها ندية كبيرة فوق أرضية الملعب. لم يستحق أي فريق الخسارة اليوم. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام. أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. وهذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات. فريق برشلونة في مواجهة الكتالوني برشلونة. الكل متحمس جدا لهذه المباراة، وأتمنى أن تكون على مستوى الحدث وترضي هذه الجماهير الحاضرة. هرنانديز، ملعوبة إلى كايل ووكر. حكيم زياش،
كرة مع بيركام، كرة مع موكوكو، تصل لدينيس بيركام، وصلت إلى ماجر. هل يسجل الآن؟ تغير المسار، الكرة إلى ضربة زاوية. مرة أخرى ضربة زاوية. يرسلها قصيرة في اللقطة الماضية. الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت تشكل خطورة. كيميتش، غونزاليز، موكوكو، غونزاليز، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تصويبة افتقدت للقوة، وجدت طريقة إلى حارس المرمى. مارسيل ديسايي، غونزاليز، حكيم زياش، عمل ممتاز في قطع الكرة. غونزاليز، غوندوغان، اوه الكرة في المرمى، ارتطمت، تحولت، تغير اتجاهها، وبقي العنوان. العنوان هو الشباك بكل تأكيد. نشوف الهدف من جديد. هذه الزاوية توضح لك بأن الكرة ارتطمت وغيرت اتجاه، وأصبح من الصعب إيقافها. يستأنف اللعب من جديد، والآن البارسا تحت ضغط العودة في النتيجة في دقيقتين كوقت مضاف بدل ضايع. غونزاليز، الكرة في المرمى، هدف لتأكيد التفوق وزيادة الفارق إلى هدفين. نشوف إعادة الهدف من جديد. عرضية راحت بشكل جميل، وبرأسية مثالية حطها في المرمى، ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الحكم يطلق صافرته معلنا. نعود مع الشوط الثاني من هذه المباراة، والنتيجة هنا تشير لتقدم كبير لمصلحة برشلونة. غونزاليز، تقدم هجومي مع إمكانية تشكيل هجمة واحدة، فرصة لإرسال كرة في الشباك. موكوكو، جي أوكوتشا، راحت إلى يوسف موكوكو. الآن فرصة هدف. أوه على هذا الهدف، يضرب أي أمل في العودة، يؤكد على انتصاره في هذه المباراة. نشوف الهدف من جديد. انطلاقة رائعة بالكرة، مجهود فردي ممتاز وهدف مميز. البارسا يقرر الاستعانة دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. رونالدينيو، تأتي الصافرة في هذه اللحظات لتعلن عن نهاية المباراة وفوز لفريق برشلونة. أداء كبير وفوز مقنع بنتيجة كبيرة، عمل رائع من الجميع داخل الفريق، وفوز يدفعهم لمزيد من النتائج القوية.